مين فينا ما بيحبش السينابون؟ والصوص اللي على السينابون الكريمي اللي طعمه خطير ويجنن، عجينة هشة وطرية غرقانة كده الصوص، وعليها بقى فريفر صوص شوكولاتة يجنن بطريقة سهلة وبسيطة، والعجينة قطنية وهشة. النهاردة هقولك على كل الأسرار والتكات. كوباية من الحليب الدافي، عليهم معلقتين كبار من الخميرة، 3 معالق من السكر هندوبهم كويس جدا، معلقة من الزبدة السايحة أو السمنة، بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة من الفانيليا. ونقلب بقى المكونات دي كويس جدا. 3 كوبايات دقيق ننخلهم كويس جدا، ويكون الدقيق مخصص للمخبوزات والمعجنات، لازم يكون نسبة البروتين فيها عالي. هننخلهم بقى كويس جدا، رشة من الملح، ونقلب بقى الخليط ده كويس. هتعجنيها لمدة 10 لربع ساعة. هتلاقي القوام بقى بيلزق شوية كده بسيط، بس لازم توصلي للقوام الأملس الناعم ده. لو لقيتيها بتلزق معاكي ضيفيلها معلقة دقيق، لأن كل دقيق بيختلف عن الدقيق اللي قبله. بولة بقى ورشة من الزيت، وانزلي بقى بالعجينة، شوفي قوامها ناعم وأملس ازاي، وسيبيها بقى تخمر لمدة ساعة. الحشوة بقى بتاعتنا عبارة عن نص كوباية من السكر، معلقتين كبار من القرفة، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ودي الحشوة بتاعتنا بتاعت السينابون. بقت جاهزة معانا. العجينة بتاعتنا اختمرت وارتفعت وبقت خطيرة وتجنن. تاخد بقى بوكس العجين المتين، وابدأي لمي العجينة كده، وحطي بقى شوية دقيق على الكونتر بتاعك، وابدأي افردي بقى عجينة السينابون بالشكل ده. العجينة قطنية وهشة وخطيرة. هنبدأ نفردها كده بالنشابة بسمك 1 سنتي. بدأت افردها على شكل مستطيل كده مكعب من الزبدة، وبدأت افرده كده على العجينة. وخليط بقى الحشوة بتاع السينابون بتاع القرفة كده والسكر، ابدأي افردي بقى كده وحطيها على العجينة، وابدأي رولي بقى. هنبدأ نبرم كده بالراحة. أهم حاجة الحشوة تفرد، يعني وانتي بتبرميها ما تدخليش هواء جوه الحشوة. نفس الطريقة ونفس التكنيك، تبرمي كده لجوه وتضغطي عليها خفيف، ما تخرجيش الهواء ولا تدخلي هواء. وبعد كده بنقفل بقى الطروف بالشكل ده. وبجيب خيط، اي خيط عندك، خيط اسنان، ده خيط عندي عادي خالص. بدأت ان انا ابرم بيه كده واقطع بيه، بيطلع شكل عجينة السينابون مظبوطة جدا، وكمان بطريقة سهلة وبسيطة. وده شكلها، شايفة خطيرة ازاي وجميلة. عايزة اقولك ما شاء الله عملت لي كمية حلوة جدا. بدأت ان انا اقطع كده عجينة السينابون بالشكل ده بسمك حوالي بين كل واحدة وواحدة، يعني قسيها كده بيبقى صباعين 3 حسب المقاس اللي انت عايزاه. صينية بقى كده، وابدأي بقى دهنيها مادة دهنية، ورصي السينابون بتاعك. لازم تسيبيه يخمر تاني لمدة ساعة. أهم حاجة كده تغطيه بكيس تلاجة عشان ما ينشفش منك. وده شكله بعد ما خامر كده قلبص كده. بدأت أدهن الوش سمنة وأدخله فرن كده مسبق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، ما بياخدش من 20 ل 25 دقيقة. الصوص بتاعنا عبارة عن جبنة مثلثات أو أي جبنة كريمي، نص كوباية من السكر البودر، عندنا معلقتين كبار من اللبن البودرة، معلقتين كبار من الزبدة. وابدأي كده ربع كوباية من الحليب. قلبي بقى المكونات دي كويس جدا. أنا ضربتها بقى في الخلاط علشان أوصل للقوام الكريمي اللي انتي شايفاه ده. خدت منه معلقتين على جنب كده، وخففتهم بمعلقتين من الحليب، والباقي حطيتهم في كيس حلواني بالشكل ده. شايفة القوام خطير ازاي، يجنن. السينابون بتاعنا خرج بعد 20 دقيقة، بقى ريحته خطيرة وقلب البيت. بدأت ان انا اسقيه كده بقوام السينابون اللي احنا خففناه مع بعض، وغطيه كده لمدة 10 دقايق. وابدأي بقى حطي بقى عليه احلى صوص سينابون يجنن. شوفي العجينة هشة وطرية وريحته كانت تجنن. انزلي عليه بقى بالصوص السينابون، اي بقى فريفر، كراميل، صوص شوكولاتة. عايزة اقولك العجينة هشة وطرية وتجنن. العجينة حرفيا قطنية، مع الصوص بتاعها خطير، سهل وبسيط. تقدري بقى تعمليه مشروع وتعملي منه اوردرات. تقدري بقى تعملي منه كمية دي كلها ب8 قطعة واحدة بس. جربوه. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي.